السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده بقى فيديو خفيف كده، ينفع سحور ينفع فطار. في بقى اختراع كده حلو قوي، هي ان شاء الله هتعجبكم. كملوا بقى معايا الفيديو للاخر عشان نشوف عملنا ايه الطبق الحلو اللذيذ دوت. يا ترى ده ايه؟ كملوا بقى معايا الفيديو للاخر عشان نشوف بقى الحاجات الحلوه دي عملناها ازاي. واللي مشتركش لسه في القناه يشترك وفعلوا الجرس. وهستناكم بقى في التعليقات تقولوا لي ايه رايكم في الوصفات اللي انا بعملها. انا النهارده كنت محتاره اعمل اكل ايه. قلت والله انا ايه، لا ادخل بقى ايه، اطلع اي حاجه في التلاجة كده واعملها اي فطار خفيف كده. جبت بقى ايه، جبت حوالي مثلا 6 طماطمات وبصلايه صغيره وايه تاني ونص بنجرايه، وسبتهم كلهم ضربتهم على النار. وحطيت على النار ايه، صينيه، هي اي صينيه عندك على النار، اي صينيه عندك يعني اي حجم حطيها. حطي فيها معلقه سمنه معلقه زبده زي ما انت بتحبي تحطي ايه في الاكل حطي. واول ما معلقه الزيت تسخن تنزلي عليها بقى ايه بالطماطم. هي باين ان الكميه كبيره بس هي الكميه مش كبيره ولا حاجه. هي عشان الصينيه بس ايه واسعه. على النار التانية بقى عملت ايه تسبيكة الطماطم. قلت بقى أنا عاوزه اعمل مثلا محشي ولا اي حاجه يبقى عندي الصلصه جاهزه. هنا اول بقى حطيت الملح والفلفل، واللي حطيت 7 بهارات. هقول لكم بقى هعمل ايه. يا ترى الاكله دي ايه. هنا بقى كان في جرجير بقى، قلت اما اطلع شويه، كان عندي كيسه في التلاجة فيها جرجير يعني، طلعته غسلته وحطيت عليه معلقه خل. دي بقى ايه، شكشوكه مفصصه. انتوا بتقولوا عليها ايه؟ انا شخصيا بقول عليها مفصصه. شوفوا انتوا بقى بتقولوا عليها ايه، انها لها كذا اسم. يعني كده الصلصه هي يعني تعتبر خلاص قربت تتسبك. يعني تحسي ليها لسه فيها 10 دقايق مثلا كده على النار وتتسبك تقيله، تقوم جايه انت نازله على طول بالبيض. في ناس بيعملوا الشكشوكه ديت او المفصصه دي بيعملوها بايه، بيعملوها بفول بحمص. انا النهارده صراحه عملتها ساده كده، لان أنا كنت محتاره هعمل اكل ايه. قلت لما اعمل اكل ينفع منه سحور وينفع منه ايه فطار. بس خلاص بقى سبته على النار اهوت، البيض شويه هو غطى عليه. وجيت على النار العين التانية، جبت معلقه زيت ذره ونزلت عليها البيض. هقول لكم بقى انا هعمل بقى ايه دلوقتي. غطيت اهوت، هي مكملش على النار 10 دقايق. احنا عارفين البيض كده كده اصلا ما بياخدش سوا كتير على النار. بس مش هقول لكم بقى الطعم، والله العظيم طعمها كان تحفه. البيض خلاص اللي انا عملته اهو، كان عندي حته جبنه قريش. قلت بقى ايه اعزز الطعم كده ايه بالجبنه القريش عشان الاولاد ايه ما يحسوش مثلا هي جبنه قريش لا مش هناكلها لا. قلت اما اعمل عليها بيضه كده، وحطيت عليها ملح وشويه شطه صغيرين شويه كمون صغيرين ومعلقه زيت ذره. قلت بقى اعزز طعم الجبنه القريش، لان الجبنه القريش لو حطيتها لوحدها كده لا الاطفال اصلا ما بيحبوهاش. فانت لما تعززي طعمها بقى ببيضه بشويه التوابل اللي انت تحطيهم يبقى طعمها حلو قوي. حابه بقى تحط على الجبنه القريش مثلا طماطمايه كده اي حاجه ماشي. دي البطاطس اللي انا كنت مفرزاها معاكم في مفرزاها، قلت لكم هنزل لكم الطريقه بتاعتها. والله العظيم طعمها تحفه، ومقرمشه من بره وفي نفس الوقت من جوه طريه حلوه قوي. ان شاء الله هنزل لكم الوصفه بتاعتها قريب. كنت انا خلاص كده، انا دخلت المطبخ ما شاء الله نص ساعه كنت انا خلاص عملت الفطار. فطار خفيف كده، مرضتش اعمل بقى فول وطعميه، احنا كل يوم بنعمل فول وطعميه في السحور. قلت بقى لا نعمل ايه، حاجه تغيير كده. والله بجد جربوا وصفة البيض في الصلصة دوت هتعجبكم قوي. طعمه بيبقى تحفة، تحسي انت لا ايه، انا ايه البيض المتطقش اللي انا باكله ولا ايه البيض المسلوق لا. ده برضو كان كيس بكوم عندي في التلاجة. انا النهارده ما اشتريتش اي حاجه من بره، كل اللي عندي دخلت التلاجة كده قلبتها وطلعت بيها ايه بفطار. طلعت البكوم برضو هوريلكم انا بسخنه دلوقتي. شايفين البطاطس عامله ازاي، لونها تحفه. انا مش ده حلو قوي بجد، لا جميل. انا كنت بجيب بطاطس واحسبها مثلا شويه الاقيها البطاطس بتنشف مني، البطاطس بتبوظ. قلت لا بقى نجرب بقى اللي هي طريقه اللي هي تخزين البطاطس ديت احلى من البطاطس الفرن اللي بنشتريها من بره مليون مره. شايفين لونها عامل ازاي، لونها ذهبي وطعمها حلو قوي. حطيت بقى شويه ملح وشويه كمون كده صغيرين، شويه شطه صغيرين اهو. نزلت بقى دخلت ايه فتحت بقى الشوايه بتاعه الفرن بس ما قتش من تحت. وحطيت البكون كده على يعني في الفرن. هيبقى طالع كأنك لسه خبزاه. قلت بقى ايه اما اعزز طعم البيض دوت ايه، كان عندي شويه حته جبنه موتزاريلا في التلاجة، قلت احطها على الوش كده. فرقت 180 درجه في الطعم، خلت طعمه بص تحس ايه الاختراع اللي معمول ده. طعمه بجد كان حلو قوي. شايفين بقى بعد ما حطيت الجبنه حطيته تحت في الشوايه بتاعه الفرن. ما كملش 5 دقايق كان طعمه خرافه.
جربوا التكه اللي انا قلت لكم عليها دي بتاعه الجبنه الموتزاريلا، ب5 جنيه جبنه موتزاريلا، مش تبقى غاليه ولا حاجه. خلفت بقى الاكل اهوت، والله العظيم بناكل من التحابيش ديت اكتر ما بناكل مثلا من الرز والطبيخ. سبحان الله، بيبقى فيها قبول كده. شايفين الجبنه الموتزاريلا بتشد ازاي؟ فرقت قوي 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 في الطعم، وفي نفس الوقت خلت البيضه ما تبقاش ناشفه قوي، تحسها جوسي كده، وخلت الطعم حلو قوي. شايفين الجبنه بتشد ازاي؟ تحسي انت بتاكلي بيتزا، بتاكلي لا حاجه اختراع حلو جديده كده صراحه. يعني البيض المتقش والبيض المسلوق لا الواحد زهق منه صراحه. شايفين الصلصه لونها حلو ازاي؟ البنجرايه اللي انت بتحطيها في الصلصه بتفرق قوي في لون الطماطم، حتى الطماطم لو مش حمرا قوي. وبتفرق كمان في ايه، في الفايده بتاعتها. يعني تخيلي انت بتحطي بنجرايه كبيره وعيالك بياكلوا منها من غير ما يعرفوا ان هي دي بنجر. خلاص كده كنت انا خلاص غرفت الاكل، مستنيين بقى الاذان يأذن. كل سنه وانتم طيبين. رمضان عدى بسرعه قوي، يعني الواحد مش مصدق اللي هو ايه انت بتجري كده ليه. ايه، استنى شويه، الايام المبروكه ديت ربنا يعني بتعدي بسرعه قوي. شايفين الجبنه بالبيض تحفه. تحب بقى تزودي تحطي فول، تعملي طعميه، تعملي سلطه بتنجان براحتك. البطيخ بقى كانت اول مره اجيبه من اول ما نزل بجد، بس كان طعمه حلو، كانت مرمله كده وكان طعمها حلو قوي. استناكم بقى رايكم، تقولوا ايه رايكم في الوصفه، ومين اللي هيعملها ان شاء الله بنفس الطريقه ديت وعجبكم ولا ايه. بس انا عن ثقه وعن تجربه، جربوها زي ما انا قلت لكم كده. كان عندي بقى البرتقال اللي انا كنت مخزناه معاكم، برتقال بالجزر. طلعت كيس كده يفك على الرخام، ولما فك حطيت يا دوبك السكر وضربته في الخلاط وصفيته. كان طعمه حلو قوي. مش قلت لكم النهارده ما اشتريتش اي حاجه من بره. لون بقى وطعم وفايده. اللي عايز يشوف طريقه تخزين البرتقال، لسه في برتقال في السوق، اللي حابب يعني حابب يخزن شويه كده، الطريقه موجوده عندي على القناه، في فيديو خاص لتخزين البرتقال بالجزر. هيطلع معاكي بعصير برتقال تحفه. استناكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.